بما انه الايفون 16 ما بقى له غير اسبوعين ويتم الاعلان الرسمي عن الجهاز، لذلك لازم نعرف شنو مميزاته واكيد شنو الفرق بينه وبين الايفون ال 15 وعلى اساسه هل لازم انه نرقي لو لا. السلام عليكم، شلونكم اصدقاء؟ ان شاء الله تكونون بخير. وياكم عبد الله عباس. اعرف الفتره السابقه كنت غايب عن القناه، ولكن ان شاء الله الفتره الجايه راح يكون فيديوهات مرتبه وشغل راح يعجبكم اكيد. لذلك اذا ما كنتم مشتركين لازم تشتركون وتفعلون زر الجرس حتى يصلكم كل الفيديوهات الجايه. ويلا خلينا نبلش. بالبدايه مثل ما متعودين انه راح ينزل 4 نسخ اللي هو 16 العادي والبلس والبرو والبرو ماكس، وبعض الالوان الجديده خاصه في نسخه العادي ونسخه البلس. مثل ما تشوفون نسخه العادي والبلس عندنا 5 الوان: الاسود والابيض والازرق والاخضر والوردي الفاتح. ولكن في نسخه البرو والبرو ماكس هنا شركه ابل استغنت عن اللون الازرق، فصار عندنا اللون الاسود واللون الابيض واللون التيتانيوم الطبيعي، واخر شيء عندنا اللون البرونزي. من ناحيه التصميم صار عندنا اختلاف في نسخ العادي وايضا البلس، بحيث تغير موضع الكاميرات صارت بشكل عمودي. لو نلاحظ نسخه ال 16 العادي وال 16 البلس انه يتشابهون من ناحيه الكاميرات الايفون ال 11 وايضا ال 12 العادي، ولكن اكو اختلاف بسيط من ناحيه التصميم. لو نلاحظ في الايفون ال 11 وال 12 انه الكاميرتين والفلاش بنفس المربع، ولكن هنا في ال 16 العادي والبلس هنا يختلف التصميم، فقط الكاميرات بمربع واحدهم والفلاش صاير بظهر الجهاز. ولكن اكو اضافه جديده في الايفون ال 16 اللي هو زر جديد اللي اسمه كابشن بوتن. هذا الزر مخصص للكاميرا، بهذا الزر تقدر تلتقط الصور وايضا تسوي زوم وتتحكم في الفوكس. حسب اللي شفته والجاي يشوفونه في الفيديو انه طريقة استخدام الزر تختلف عن الازرار المتعودين عليها، مثل البصمة فقط لمسة بسيطة وتقدر تتحكم او تسوي المهام اللي تريدها في الكاميرا، وهذا الشيء يحسسك بالكاميرات الاحترافية اللي موجودة به هذا الزر. ضغطة خفيفة تقدر تسوي زوم، وضغطة اقوى راح تقدر تتحكم بالفوكس، وهذا الشيء جدا رهيب اشوفه بهذا الزر. وهسه خلينا نعرف شنو خامات التصنيع اللي راح تجي في الايفون 16. ال 16 العادي والبلس راح تجي من الالمنيوم، واما نسخه البرو والبرو ماكس راح تجي من التيتانيوم. ابعاد وهيكل الجهاز مثل ما تشوفون الصوره وجاي تشوفون الفرق بينه وبين الايفون ال 15، بحيث عندك 8.25 في الايفون ال 15 برو ماكس، والايفون ال 16 البرو ماكس عندك 8.26، وهذا الفرق جدا بسيط. واما طول الايفون ال 15 مثل ما تشوفون 169.9 ملي، واما ال 16 البرو ماكس عندك 163.02 ملي، يعني الايفون ال 16 راح يجي اطول من الايفون ال 15. واما عرض الجهاز مثل ما تشوفون انه الايفون ال 15 كانت 76.7 ملي والايفون ال 16 77.58 ملي. وهسه خلينا نتحول على الشاشه. عندنا الاختلاف من ناحيه الشاشه موجود في جميع النسخ، بحيث راح يجي ال 16 العادي 6.1 انش، واما نسخه البلس راح يجيك 6.7 انش، واما نسخه البرو راح يكون اقل من البلس 6.3 انش، واما نسخه البرو ماكس راح يكون هو الاكبر من ناحيه الشاشه 6.9 انش. وتخيلوا وياي انه نسخه العادي والبلس راح يجيك بمعدل تحديث حال النسخ السابقه فقط 60 هرتز، ولكن نسخة البرو والبرو ماكس راح تجيك 120 هرتز. ما ادري ايش وقت شركة ابل راح تترك ال 60 هرتز، واقل شيء هسه ما نريد 120، نريد فقط 90 هرتز. يعني اجهزة بهاي الاسعار يعني تقريبا فوق المليون نسختي العادي والبلس، وتتخيل معدل التحديث فقط 60 هرتز. مثل ما نعرف انه الايفون ال 15 كان نسبة سطوع الشاشة 2000 نتس، ولكن في الايفون 16 راح يصعد الى 2600 نتس. وهسه خلونا نتكلم عن المعالج، بحيث عندنا نسخة ال 16 العادي والبلس راح تجيك باحدث معالج ولكن مو الاقوى.
لين راح يجيك بالبايونيك 18. ولكن نسخة البرو والبرو ماكس راح يجيك بالاقوى اللي هو البايونيك 18 برو، معالج جدا رهيب. ولكن هنا اكو نقطة جدا مهمة، اتمنى انه نخلص من مشكلة الحرارة الموجودة في الايفون ال 15 اللي الموجود عندي حاليا. هذا صراحة مدمرني من ناحية الحرارة، خاصة من اشحن، مع العلم في الظروف الطبيعية يعني المكيف يشتغل واخلي الجهاز على الشحن، ولكن القي الجهاز يحمى عندي بشكل مو طبيعي، وهذا الشيء جدا مزعج بالايفون ال 15. ذلك اتمنى انه هذه المشكله تنحل في الايفون ال 16. مثل ما نعرف انه في الفتره السابقه شركه ابل اعلنت عن قدوم الذكاء الاصطناعي اللي راح يتوفر فقط في نسختين ال 15 وال 16. هسه راح تقول وال 14 شنو، معالجه ضعيف ما يتحمل هذا الذكاء الاصطناعي؟ احب اقول لك لا، معالج ال 14 ايضا قوي، ولكن هذا حركه تسويقيه من شركه ابل انه الناس تترك الايفون 13 وال 14 وتتحول للنسخ الاحدث حتى تبيع اجهزه بشكل اكبر. لذلك هذا حركه تسويقيه بالكامل انه القدماء او الاجهزه السابقه يتركوها ويتحولون على ال 15 او ال 16. لذلك هذا الشيء، هاي الميزه ما راح يتوفر في النسخ القديمه، فقط ال 15 وال 16. فخلوا هذا الشيء ببالكم اذا كنتم تريدون الذكاء الاصطناعي. بخصوص الأجهزة المدعومة للتحديث الاي او اس 18، هذا هو القائمة الخاصة بالأجهزة اللي راح يدعم التحديث الجاي. فاللي جهازه موجود ألف مبروك، واللي مو موجود خليه يبيعه ويشتري نسخة أعلى يدعم التحديث الجديد. وهسه خلينا نعرف شنو الذواكر اللي راح يجي في نسخة ال 16. ال 16 العادي واللي بلس راح يجيك بثلاث ذاكرات، 128 و256 و512. واما نسخه البرو والبرو ماكس راح يبدي اقل شيء من 256 ولحد 2 تيرا بايت. وهسه خلينا نتحول على الكاميرات ونشوف شنو الاضافات اللي راح تجي في الايفون 16. من ناحيه الكاميرا الرئيسيه ماكو اي اختلاف حاله حال الايفون 15، ولكن عندنا اضافه قويه في الالترا وايد، بحيث صارت من 12 ميجا بكسل الى 48 ميجا بكسل. وهاي الاضافه تشمل فقط نسخه البرو والبرو ماكس، يعني نسخه العادي والبلس ما راح يشمله هذا التحديث من ناحيه الكاميرات، حال كاميرا ال 15. وهسه راح اتكلم عن اكثر شغله مضحكه صارت بالايفون 16 اللي هو البطاريه، بحيث عندنا زياده في البطاريه وايضا نقصان من ناحيه البطاريه. شلون؟ لان نسخه العادي راح يجيك بزياده تقريبا 200 درجه عن الايفون ال 15، ونسخه البلس هو المضحك لان راح يصير نقصان من ناحيه البطاريه، بحيث كان عندنا 4383 ملي امبير صار عندنا تقريبا فقط 4000 ملي امبير. صراحه حركه عجيبه من شركه ابل. يعني احنا نعرف انه كل سنه البطاريه الرقم مالته تعلى، ولكن عند شركه ابل لا تنزل. واما نسخه البرو صار عندنا زياده بمقدار 300 درجه تقريبا، واما النسخه البرو ماكس صار عندنا تقريبا زياده ب 250 درجه. وهسه راح نتكلم عن سرعه الشحن اللي هوايه مستخدمين للايفون يهمهم هذا الشيء جدا، بحيث راح يصير عندنا واخيرا سرعه شحن محترمه، نقدر نقول عليها محترمه، اللي هو 40 واط. هي محترمه، الناس وصلت لل 300 و200 واط اقصد الرلمي، واحنا بعدنا بالايفون مكيفين راح يصير عندنا 40 واط، ولكن هاي المعلومه مو اكيده، يعني ان شاء الله 80% اكيده. واما الماك سيف راح يصير 20 واط بدل ال 15 واط. وهسه راح اتكلم عن شبكات الاتصال اللي هو الواي فاي. عندنا في الايفون ال 15 كان نسخه الواي فاي هو 6 اي، وهسه في نسخه العادي والبلس نفس الشيء راح يبقى 6 اي، ولكن نسخه البرو والبرو ماكس راح يصعد الى ال7. وهنا تطور جيد في نسختي البرو والبرو ماكس، ولكن مع الاسف نسختي العادي والبلس ايضا ما يشملهم هذا التحديث. وهسه وصلنا الى اهم فقره اللي هو اسعار كل النسخ. عندنا نسخه ال 16 العادي راح تجيك بسعر رسمي هو $799، واما نسخه البلس راح تجيك $899، واما نسخه البرو راح تجيك $1999.
واما نسخه البرو ماكس 11.99 دولار، يعني تقريبا 12 ورقه. ولكن مثل ما متعودين انه هذا الشيء من سبع المستحيلات من اول ما ينزل في العراق، خاصه في العراق، لان سعره اقل شيء راح يكون 16 او 17 ورقه في حال نزوله في العراق. وهذا الشيء صراحه اشوفه كارثه، انه جهاز سعره الرسمي 12 ورقه تشتريه ب 17 ورقه. عجيبه. لذلك في النهايه اتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسونا من الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل الفيديوهات الجايه. اتمنى استفادته، وفي امان الله.